السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامجكم قوارير، وفي حلقة جديدة وعدد جديد. سنتحدث اليوم عن التطوع ومدى أهميته، وبالذات مؤسسة قد أنشأت نفسها في المجتمع الغربي ولكنها بطابع إسلامي. هناك الكثير من المواضيع سنتطرق على هذه المؤسسة، خلفيتها وكيف بدأت وما هي أهدافها وماذا تقوم به. كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل القصير، والذي هو ملحوظة أن من مؤسسيه امرأة إريترية، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام عبر قناة السلام الفضائية في برنامج قوارير، ومعنا الأستاذة والضيفة ابتسام شاينينو، صح؟ مرحبا بك أستاذة ابتسام. أستاذة ابتسام، أنت إريترية في المهجر. أولا للمشاهدين الكرام يريدون أن يتعرفوا أكثر عن ابتسام، ممكن تعرفنا أكثر عنك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا لهذه الفرصة. أولا أنا اسمي ابتسام. البعض يعرفني بانتصار، ولكن الاسم ابتسام إدريس شانينو. أعيش في مدينة ملبن حاليا، ولكن سبحان الله عشت في دول كثيرة. طبعا الحياة الإريترية اللاجئة كما كلنا نعرفها يعني. فالآن أنا أم ل3 أطفال ولله الحمد، وأعمل أيضا في أكبر مدرسة إسلامية في مدينة فيكتوريا. وأعتقد مش عارفة إيش تاني. هناك الكثير أكيد من المحطات الفارقة في حياتك أستاذة ابتسام، يعني سمعت عنها قليلا خلال دردشتنا في الكواليس. فإذا ممكن تحدثينا عن المحطة الفارقة يمكن نقدر نقول فيها الأكبر، ألا وهي مؤسسة ريحانة. فما هي هذه المؤسسة؟ الريحان هي اسمها. نعم، الريحان. الريحان كانت صراحة مبادرة اجتماعية، احنا نقول community initiative بالإنجليش. كانت سبحان الله فكرة بسيطة جدا جدا جدا. كانت في عام يمكن 2014 أو 15، مش متذكرة. كنا سبحان الله في مركز إسلامي. أولادي كانوا يحضروا درس تحفيظ الأسبوعي، وكنت أنا جالسة مع أخوات ما شاء الله، من ضمنهم متطوعات في هذا المركز اسمه المدينة. الكل يعرف المدينة بمدينة ملبن أستراليا. فبدأنا نتكلم يعني عن كيفية المساجد. هي بدأت بموضوع المساجد، وكيف ما في اهتمام بنظافة المساجد، بنظافة ليش كذا الحمامات أو مكان الصلاة، يعني عامة كل المساجد هناك مشكلة، يعني في مشكلة في النظافة. فسبحان الله، من لا أعرف كيف من هذا النقاش تحولت إلى فكرة. كنا طب ليش إحنا ما كنا تقريبا، أنا اليوم حاولت أتذكر قبل اللقاء إنه كم نحن، بس أعتقد اللي تذكرتهم 9 أخوات كنا سبحان الله، وكلهم إريتريات وكلهم شباب. فبدأنا قلنا خلاص خلينا نبدأ بفكرة إن إحنا نتطوع ونعمل زي برنامج إنه كل فترة نذهب إلى مسجد في مدينة ملبن، ونقوم بتنظيف كامل، يعني تنظيف كامل يعني زي ما يقولوا من كل النواحي. وكمان يعني فسبحان الله، وبدأنا وفعلا انطلقنا من هذا الشيء. فلما جينا قعدنا قلنا طيب نحتاج إلى اسم، حتى لو لما يسألون المجتمع يعني من هذا، نقول نحن الريحان. فالريحان كان هناك أسامي كثيرة، بس أتذكر على سوف الله نتطرق أعلم إلى ذاكرتي يعني. الاسم يا أستاذة ابتسام، لكن نريد أن نفهم ما هي هذه المؤسسة، طبيعتها، ما هي الأعمال التي تقومون بها عموما. عرفينا عموما عن المؤسسة، سوف نتطرق إلى طيب الاسم إن شاء الله في طيب باقي هي الآن الحلقة. لما بدأنا زي ما قلت لك بدأنا بتنظيف المساجد، ولكن تحولت في خلال يمكن سنة إلى مؤسسة، ونقوم يعني بمشاريع مختلفة، مشاريع اجتماعية، مشاريع يعني الفكرة أننا نجمع الأخوات المسلمات مع بعض لبرامج ترفيهية، برامج مثلا يعني عندنا رحلات يومية، أو عندنا رحلات خارج فيكتوريا 2 أو 3، يعني نذهب ونجتمع، ويكون معنا مستشارين، أو يكون معنا حد يعني يعطينا دروس مفيدة.
وفيها حلقات وفيها يعني نوع من ترابط. هي الفكرة هي ترابط الأخوات، وبس مع الترابط في كمان يعني مناقشة مشاكل أو صعوبات نواجهها كمرأة مسلمة في القرب بالتحديد يعني. جميل. ما هي الأهداف والرؤية التي سترجون من هذه المؤسسة؟ والله سبحان الله، يعني هناك رؤية كبيرة وأهداف كثيرة، ولله الحمد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني الحمد لله وصلنا لمكان الآن يعني الكل، أعتقد أقول الكل أو الأكثر في ملبن يعرف مين هي الريحان، لأنه أعتقد أحلى شيء اللي إحنا عملناه كان إنه إحنا ما مثلا قوقعنا في برنامج واحد أو في مكان واحد، بل نحن نحاول إن إحنا بقدر الإمكان نعمل برامج ترفيهية زي ما قلت لك، نعمل برامج ثقافية، ونعمل أمسيات، فأعتقد الكل يعني وجد مكان في الريحان. ونحاول أيضا يعني نحن نتعامل مع مؤسسات أخرى، وبالذات في الأعمال الخيرية. يعني زي في مثلا قبل سنة تعاملنا مع أحد المؤسسات الإريترية اللي هي قامت بمساعدة اللاجئين في السودان، والحمد لله يعني كان لنا يعني الحمد لله فعالية كبيرة، ويعني الحمد لله تأثير كبير بالحمد من الله سبحانه وتعالى. جميل. فهي يعني تقوم بعدة أنشطة وعدة مناسبات سنوية وشهروية. وطبعا الآن مع الكورونا الوضع اختلف قليلا، ولكن الحمد لله يعني التواصل موجود. من ضمن البرامج اللي عندنا برنامج اسمه ريكونكت، يعني هي زي تواصل اللي هو جميل. عبر الزوم يعني، فنعمل برنامج مختلفة. فنحاول نتواصل مع الأخوات اللي هم بالتحديد الأخوات اللي هم لوحدهم هنا ما عندهم أهل، الأخوات اللي هم جداد دخلوا في الإسلام، يعني لم يكونوا مولودين في دين الإسلام ودخلوا في الإسلام والحمد لله. الأخوات اللي هم الأمهات، يعني الأم هي دائما العطاء بغير حدود. إذا فهذه يعني الريحان تعطيها فرصة أن تفكر في نفسها، أن ترفه، أن تثقف نفسها، أن تعلم نفسها، أن تشارك أخواتها المسلمات ببعض من المشاكل ويلقوا الحلول مع بعض. فيعني هي سبحان الله يعني الريحان صعب إني أشرحها الصراحة بكلمات، لأننا الحمد لله يعني أعتقد دخلنا في كل شيء في المجتمع، وهذا جميل. ليس كان مخططا، ولكن سبحان الله تعالى جاء من الله يعني. من هي الفئة المستهدفة التي تخاطبونها عبر مؤسسة الريحان؟ هل هم مثلا الشباب أو على حسب كلامك ما فهمت الآن وهو أيضا المرأة بقوة يعني العنصر النسوي، فمن تحاولون الوصول إليه عبر هذه المؤسسة؟ والله وأعتقد هذا اللي ميزنا، يعني صراحة نحن نحاول أن نتواصل مع أي مرأة اللي هي كمان البنت، فيعني البنت هي التي حتصبح المرأة، فنحن نحاول نشتغل. فيعني مثلا مثال بسيط، عندنا هنا كل شهرين ونص تقريبا المدارس عندها إجازة أسبوعين. فلما طبعا هذا قبل كورونا يعني، فكنا نحاول دائما يكون عندنا برنامج للبنات الصغار مثلا. هناك برنامج سنوي نعمله اللي هو يعني أمسية ما شاء الله جميلة، اسمها Inner Light بالإنجليش، وبالعربي أعتقد إذا ترجمتها صح يعني زي النور الداخلي. فهذه من العمر 16. أكثر البرامج هي من 16 إلى يعني العمر مفتوح فوق، حتى لما نروح رحلات يومين ثلاثة ناخذ معانا البنات، ناخذ معانا حتى إذا الأمهات ما يقدروا يعني حصلت إن إحنا ناخذ البنات مثلا على مسؤوليتنا. فليس لنا فئة محددة، ولكن هي الامرأة أو البنت المسلمة اللي عايشة في القرب، يعني إذا جميل جدا. حبيتي يعني تعمليها يعني سمرايز. يعني الرجل ليس له نصيب في مؤسسة الريحان. والله شوفي سبحان الله يعني الفكرة هناك إن إحنا نشرك الرجل، وفي مؤسسات زي ما قلت لك نتعامل معاها وفيها شباب. يعني عملنا برامج للشباب مثلا لما بدأت كورونا ابتدينا برنامج اسمه شفاء، وهكذا اسمه يعني حتى بالإنجليزي اسمه شفاء اللي هو هيلينج. هذا كان برضو أونلاين بالزوم، كان مفتوح للشباب وللشابات في الجاليات الأفريقية، لأنه كانوا يعانوا من الحجر الصحي شوية يعني بصعوبة أكثر. فمثلا هذا البرنامج يعني كان مفتوح للكل، يعني كنا عاملين للشباب اللي هو البنات والأولاد، وكنا عاملين كمان للكبار،
وكانت المساحة يعني مفتوحة لأي أفريقي، فما كان فيها. فنحن بالعكس يعني نؤمن إيمان شديد يعني إنه حتى المرأة يعني ليست هي لوحدها، يعني عايشة بهذا المجتمع بأولادها بزوجها بأخوها بأبوها. فمن ناحية إنه إحنا يعني الباب مفتوح، ولكن إلى الآن ما توفقنا نعمل برامج مستمرة اللي هي يعني مع الرجال، وهذا سبب للوقت وسبب للجهد وسبب للمادي، يعني هي هذه الأسباب اللي منعتنا. ولكن لا شك يعني إلى الأمام يعني لازم إن يكون شاء في الله. برامج فيها يعني الرجل أو الولد أو الشاب إن شاء الله. ولكن أيضا يمكن أن يكون نقطة تميز ونقطة قوة، أنه واحد يكون متخصص، مؤسسة متخصصة مثلا في النساء وتطوير المرأة، ومؤسسة أخرى متخصصة مثلا في تطوير الرجل ورفع الوعي لدى الرجل وغيرها. فمن بالعكس هي أراها نقطة تميز، أنه يمكن واحد يوجه فقط صلب اهتمامه إلى موضوع معين ومجال معين ويحدد ويبرز هدفه ويستمر. فإن شاء الله يا رب يوفقكم في هذه النقطة. ولكن نرجع إلى سبب تسمية بالريحان. ما السبب وما خلف هذه القصة؟ زي ما قلت لك الريحان سبحان الله، يعني لما اتفقنا على العمل اللي هو كان تنظيف المساجد فقط، كنا نريد اسم يمثل بهذا العمل. فقلنا طيب إحنا إيش الهدف من تنظيف المساجد؟ وقلنا الهدف إن هي تكون نظيفة، ومن ضمن المشروع النظافة كان إن إحنا حتى يعني نبخر المسجد بعد ما ننتهي من النظافة، وعشان أساس يكون يعني ريحه جميل إن شاء الله، يعني أو الرائحة تكون جميلة. فمن ضمن الأسامي اللي مش عارفة يعني مش متذكرة، كنا زي ما قلت لك 9 أخوات، فمن ضمن الأسامي أجت الريحان، فعجبنا الاسم. والله قلنا حلو يعني، لأنه تقريبا الريحان له علاقة بالرائحة الطيبة. حتى أنا اليوم يعني قبل المقابلة قلت خليني أشوف إيش هو المعنى في القاموس، ووجدت إنه هو الريحان هو أحد أنواع النبات طيبة الرائحة. وفي نفس الوقت كمان في معنى تاني اللي هو الرحمة والرزق الحسن، سبحان الله يعني. ويعني بمعنى الكلمة يمثل الريحان هذا الاسم يعني عندنا، لأنه الحمد لله يعني هو فعلا يعني أعتقد يأتي برائحة جميلة لأخوات كتار هم في القربة يعني لوحدهم، أو أخوات يعانون من مشاكل يعني أيا كانت المشاكل. لأنه نحن النقاش دائما نحاول التنويع حتى في المواضيع، يعني في مواضيع جميل. اجتماعية تمس المرأة تمس العائلة، نحن يعني دائما نتطرف إليها، اللي هو مثلا جميل. العنف المخدرات، كل الأشياء اللي ممكن تتوقعيها يعني في المجتمع إن شاء نحاول الله. بقدر الإمكان نحن وسوف تبقى نلتمسها. هذه رائحة طيبة تفوح في العبق المجتمع الإسلامي في الغرب إن شاء الله. أستاذة ابتسام، سوف نذهب فاصل مشاهدينا الكرام ونعود إليكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا ضيوفنا الكرام في برنامج قوارير عبر فضائية السلام. مرحبا بك مجددا أستاذة ابتسام شانينو. كنت معنا قبل الفاصل نتحدث كنا عن مؤسسة الريحان ومعانيها وأهدافها وأنشطتها، ولكن سوف نتعمق أكثر بعد الفاصل عن البرامج الكثيرية والمتنوعة لهذه المؤسسة. حدثينا أكثر عن هذه البرامج. أيوة زي ما ذكرت الحمد لله يعني لنا برامج متنوعة. هناك هو أول برنامج أنا يعني متذكراه كان قررنا نعمل أمسية للأخوات اللي هم يعني ما يطلعوا، يعني أكثر الوقت يكونون في البيت والقربة وسميناه inner light بالإنجليزي، اللي هو بالعربي يعني الإضاءة الداخلية، أو كمان ممكن تكون النور الداخلي. الهدف من الاسم كان إنه يعني اكتشفنا إنه كثير من الأخوات وما شاء الله يعني كل وقتهم في البيت، كل وقتهم مع الأولاد، كل وقتهم مع زوجهم، كل وقتهم إذا هي عاملة برا البيت، فما في هذا الوقت لها يعني، أو هذا الوقت اللي هي تلاقي فيه نفسها. فقررنا نعمل هي يوم في السنة يعني معروفة تقريبا، يعني دائما كانت تكون في شهر 9 من السنة اللي هو سبتمبر يعني. فبنعملها في مكان جميل، يعني هذا من ضمن الشروط، يعني أنا والفريق العمل يعني دائما يعني نحرص على إنه المكان يكون جميل، لأنه هذا زي ما يقولوا يعني نصف العمل يعني. بس سبحان الله يجوا الأخوات في المكان جميل إنك تري يعني الإحساس، لأنه ليس يعني هذا اليوم الوحيد اللي يخلوا فيه يمكن الأولاد، اليوم الوحيد اللي
يعني نسألهم أن ينسوا كل شيء وأن تكون هي فقط هنا يعني بروحها. ويكون عندنا يعني ما شاء الله أخوات. هو طبعا برنامج للأخوات ومنظم بالأخوات، ونحاول دائما أعتقد يعني كل السنين أن هم حتى الضيوف الذين يعني ندعوهم لمشاركة في البرنامج أيضا أخوات يعني. فبتكون برامج يعني جميلة، بتكون مثلا نأتي بأخوات لهم بصمة في المجتمع، يعني يتكلمون كيف عن أهدافهم في الحياة، ما هي الهدف من inner light أو من الإضاءة الداخلي. هو أن الرسالة هي أنه كل مرأة يعني خلقت لشيء، يعني الله سبحانه وتعالى كل إنسان يعني مرأة أو رجل خلقنا لشيء، يعني لنا هدف في الحياة. وسبحان الله مع أنه يعني تربية الأولاد وبناء يعني مستقبل، هذا طبعا لا شك يعني شيء جميل من أجمل الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها للمرأة، ولكن دائما نحاول أن نقول للمرأة يعني أنت أكثر من كذا، يعني حاولي أنك تلاقي أعمال مثلا تحبيها أو يعني شيء ينتمي لك أنت، يعني ما له علاقة بأي مسؤولية. فهذا هي الفكرة يعني من inner light. فزي ما قلت لك يعني نكون في مكان جميل ونتعشى، وهناك يعني الكثير من الارتباط بالأخوات والتعارف والصحوبية، يعني ما شاء الله. فهذا من جميل. البرنامج الصراحة المحبوبة يعني يعني قلوبنا كفريق عمل. ويعني كمان من الأعمال اللي أعتقد يعني من أهم الأعمال اللي ينتظرها كثير من الأخوات، والحمد جميل. لله. الأشياء برنامج تاني مثلا كان بديناه قبل سنتين، اللي هو رحلة مسافة ساعة أو ساعتين للأخوات فقط، بإمكانهم اصطحاب بناتهم إذا يعني إذا يبغوا ممكن يجيبوا البنات. كمان يعني هذا نفس الشيء، يعني هو يومين لك في مكان جميل يكون في الطبيعة أو جنب البحر. وبرضه يعني يكون معانا مثلا استشارية، الموضوع هو النقاش، الموضوع هو الترابط أكثر شيء، يعني جميل جدا. يعني كم من الأخوات يطلعوا صداقات جميلة يعني، والسهر طبعا بالليل بعد ما ننوم البنات والونسات يعني صراحة الكلام عنه يعطيني الشعور. وسبحان الله السنة اللي فاتت سنة 2020 عملنا الرحلة، كانت 3 أيام ورجعنا، وبعد أسبوع دخلنا لأول حجر منزلي، يعني كانت في شهر 3. فكانت يعني حسن الختام في سنة 2020. وأكثر برنامج الآن نسأل عنه يعني كل ما نفتح أو كل ما هناك يعني تحسن في طبعا ظروف كورونا، السؤال يعني دائما يجي اللي هو إمتى حنعمل هذه الرحلات. فالأخوات سبحان الله من ما كنا نتعب نطلعهم في برامج يومية أو ساعات، الآن يعني خلاص وصلوا ل يعني زي ما يقولوا خلاص اتطوروا في الموضوع، فما يبغوا ساعة ساعتين، لا يبغوا يروحوا يومين 3. وهذا الشيء جميل. الجميل اللي يعني تشوفيه في الأخوات ما شاء الله عليهم. يعني ف وخلال هذا الرحلة مثلا هناك أكيد برامج مثلا أنتم بتقوموا بها في النقاشات في علم النفس، في علم الاجتماع، يمكن في تطوير الذات، وفي يعني أدوات التواصل ومهارات تعليمهم وكذا، أليس كذلك؟ ليس نعم فقط نعم استجمام نعم. وراحة وتعرف، أكيد هناك أشياء لا دورات لا يعني لا تكون بالعكس، مضافة لهذه برنامج يعني برنامج موضوع من الصباح، هو برنامج وفي يعني حتى يعني حتى الذهاب إلى البحر يكون كجماعة مثلا ويكون فيها نقاش. فهو البرنامج يعني كامل ثقافي، فيه كثير من الفوائد. بيكون هذا الاستراحة يمكن بالليل يعني بعد الساعة بعد صلاة العشاء جماعا، فنقول خلاص يعني هذا الوقت لك. فهذا هو الوقت يمكن اللي لنفسهم. بس زي ما ذكرتي يعني هو الهدف مش هو بس الاستمتاع، وطبعا هذا الشيء يعني جميل، بس هو الهدف فعلا الفائدة والنمو يعني بأي بقدر اللي طبعا يومين أو 3 لا هي يعني مش كفاية. بس سبحان الله تغير كثير من الأخوات، يعني بيرجعوا فعلا بطاقة إيجابية وبأهداف جديدة للحياة. فهذه من الأشياء اللي أنا يعني أتمنى كل المسلمات يعني في كل العالم بالذات اللي عايشين في القرب يعملوها، لو يقدروا يهيئوا جو ان هم يروحوا يومين 3، لانه يعني مفعولها
يعني سبحان صحيح. الله، يعني عن جد تحسي ببركة يعني من الله سبحانه وتعالى لا توصف خاصة يعني. إذا كان هناك عنصر يعني جانب روحاني ديني في هذه الجماعة، فبطبيعة الحال النساء والمجتمعات الإسلامية في الغرب تفتقد إلى هذه التجمعات الإسلامية، حيث تستذكر الله فيها وتستذكر وتقوي من طاقتها ويعني الجانب الروحي أكثر وارتباطها بالله أكثر. فجزاكم الله خيرا. هل هناك مثلا يعني نشاطات أخرى، برامج أخرى مثل مخيم شباب، على أساس أنه سمعت أنه في مخيم شباب، في أيوة استشارات أيوة، نفسية وغيرها، هذا ممكن كان. زي تحدثين أكثر عنهم؟ أيوة، هذه كانت من الأشياء اللي أضفناها، اللي هي كانت مثلا اللي فاتت اللي قبلها عملنا برضو يعني نفس الفكرة، اللي هو يعني نذهب يومين ثلاثة إلى مكان آخر، ولكن كانت للبنات الشباب. هذه كانت من سن 16 يمكن ل21، وعملناها ل30 بنت فقط. ويعني حاولنا إنه إحنا كمان إن تكون للبنات الأفريقيات بالتحديد، لأنه يعني طبعا البنات الكل طبعا يعاني، بس البنات الأفريقيات في هناك معاناة عديدة، يمكن ما يعني ما يقدروا يتكلموا عنها مع المجتمع العام، حتى لو كان مسلما. فكانت هذه كمان جميلة جميلة، لأنه لما رحنا يعني تناقشنا في مواضيع مثلا العنصرية، تناقشنا في مواضيع إنك كيف تكوني مسلمة وتكوني مثلا في الصف 11 و12. تكلمنا عن رمضان وصيام رمضان، وكيف الآخرون يعني في المجتمع الأسترالي اللي هم ليسوا مسلمين. فالبنات يعني كان تجاوب جميل جميل، ويعني زي ما تقولي فتحوا صدورهم لنا وتكلمنا، وحتى بكينا. يعني أتذكر في لحظات بكينا لما نتكلموا عن هذه المعاناة. من المواضيع اللي ما أنساها لما تكلمنا عن التفرقة بين البنت والولد في البيت المسلم أو بيت الأفريقي أو بيت الإريتري طبعا، وكيف مدى التأثير على البنت. سبحان الله، يعني نحن مرات يعني جميل إنك تتكلمي مع الشباب، لأنه يعني الصراحة هم كنز، يعني دائما أقول هم كنز كبير لنا. وبالعكس يعني نحن رحنا هذه الرحلة وكنا يمكن 4 5 متطوعات، يعني أكبر منهم سنا، بس والله العظيم يعني تعلمنا منهم يمكن قد ما تعلموا مننا أو جميل. أكثر مما إحنا يعني سبحان الله تعلموا مننا. هل فكانت هناك برضو من الأشياء الجميلة جميل، يعني. هل هناك إحصائية أو أعداد ملموسة لكم عدد مستفيد من هذه البرامج؟ والله سبحان الله، شوفي البرامج تختلف، بس مثلا إنر لايت يعني هذه أقدر أقول لك إحنا نحاول نحصرها ل100 ودائما نتعدى هذا العدد. مرة مثلا قلنا 150 وتعدينا إلى 170، لأنه هناك يعني للأسف يعني في ناس كثيرة محتاجة، بس بتكون يمكن تسمع الخبر متأخر، أو كان عندها ظروف إنه مش عارفة فين تخلي أولادها. فهذا يمكن أكبر برنامج، لأنه 100 وحاجة يعني. برنامج الرحلة يعني طبعا نحن لازم نحط عدد، يعني للأسف ما نقدر نخليها مفتوحة، بس هي يعني بتوصل 60 ل70، يعني هذا أقل شيء، وأنا متأكدة لو فتحناها لأكثر يعني سبحان الله كان أخوات. الآن هذا برنامج ريكونكت أو ترجيع التواصل اللي بنعمله أونلاين، يعني عندنا من على حسب إيش هي الفقرة، بس يعني عندنا يمكن من 30 40. لأسبوع اللي فاتت كانت حلقة عن المشاكل النفسية والاضطراب النفسي، كان عندنا 65 أخت يعني أونلاين جميل. اشتركوا في الحلقة. فهو العدد يعني تقريبا يختلف، بس الحمد لله يعني إذا في مساحة إن احنا ناخذ أو نترك الناس يجوا، يعني عندنا عدد كبير ولله الحمد يعني. جميل. لاحظت من خلال حديثك أستاذة ابتسام أنه الريحان مؤسسة تهتم بالعديد من الجوانب، مثلا يمكن أنه تحدثتي عن الجانب النفسي، الجانب تطوير الذات، الجانب الأفكار، الجانب التوعوي، وأيضا الجانب الترفيهي. يعني في رأيك أنت مؤسسة الريحان في ماذا تهدف أو تركز أكثر أي جانب خاصة يعني من هذه الجوانب؟ آه والله سؤال صعب، ولكن أعتقد النمو الشخصي هذا من الأشياء يعني اللي نحن نحاول مناقشة المشاكل الأسرية، لأنه هذه مشاكل كثيرة، والكثير يعاني من مشاكل كثيرة، وبخاصة المرأة. يعني هناك مشاكل الطلاق، وهناك مشاكل الزواج، وهناك مشاكل العنف الأسري. فبقدر الإمكان نحن دائما نحاول إنه إحنا
نتناقش في الموضوع أو نتحدث عن المشكلة، ودائما نحاول إن احنا ننهي أي برنامج بحلول، جميل. ونحاول أن يعني ننهيه بطاقة بقدر الإمكان. طبعا في مواضيع يعني مهما سويتي أو قلتي يعني هي للأسف يعني صعبة، ولكن الهدف يعني يعني أقدر أقول تركزون اللي هو على الأسرة كيف وتنمية الأسرة. أيوة الأسرة، المرأة، لأنه نحن شوفي يعني هي أعتقد كلنا نتفق إنه المرأة هي يعني العنصر الأساسي في في أي بناء بيت، المجتمع، يعني في العنصر بناء مجتمع الأساسي. صحيح. فإذا المرأة يعني اهتمت بصحتها الجسدية، بصحتها الروحية، بصحتها، فيعني حتى لما تيجي تعطي العطاء عندها حيكون مختلف تماما. فعشان كده احنا ركزنا يعني على المرأة، حتى لما بدأنا المؤسسة يعني كانت هذه الرؤية واضحة إنه هي المرأة جميل. ثم البنت، لأنه البنت كمان ستكون مهم هي كثير المرأة إن احنا نهتم بيها، المستقبل. لأنه هي اللي حتكون المرأة. نعم. هل هناك وهي اللي توأمات يعني اللي أستاذة حتكون ابتسام؟ أيوة. هناك توأمات مع مؤسسات أخرى قمتم بها يعني؟ يعني عمل. معلش ما سمعت. هل هناك توأمات أو نشاطات مع مؤسسات أخرى قمتم بها؟ نعم نعم، كان عندنا حفلة عيد السنة اللي مهم. فاتت للأخوات. مثلا يعني تعاملنا معاها مع مؤسسة مسلمة برضو، وكان يعني جميل، يعني صراحة ما توقعوا هذا الحماس وهذا يعني ردة الفعل. فكمان هذا البرنامج الشفاء اللي هو كما ذكرت كان برنامج بدأناه يعني أونلاين أون زوم السنة اللي فاتت، كان للجالية الأفريقية بالتحديد. تعاملنا مع برضو organization أو ما شاء الله. مؤسسة اسمها أوبونتو، ونتعامل كثير مع صراحة جالية أو مؤسسة أوبونتو، لأنهم هم مؤسسة تهتم بالشباب، تهتم يعني بالمشاكل اللي تواجه كثير من الشباب في القربة يعني. جميل. ففي أعمال كثيرة إحنا سويناها معاهم، يعني حتى مثلا لما عملنا رحلة البنات الشباب كان هذا يعني بدعمهم المالي والحمد لله، يعني فساعدونا شكرا كثير لك من ناحية أستاذة المال، ساعدونا ابتسام. كثير من ناحية شكرا لك نشر ابتسام. أستاذة البرنامج ابتسام، يعني. شكرا لك أستاذة ابتسام على هذه المعلومات وهذه يعني تعريف على مؤسسة الريحانة. أريد أن ننوه فقط أن مؤسسة الريحانة هي مؤسسة خيرية تطوعية اجتماعية لا تهدف إلى الربح. كل البرامج التي سمعتم عنها مع الأستاذة ابتسام هي تقريبا مجانية أو بمبلغ رمزي جدا، فطوبى لكل من هو مشارك في هذه المؤسسة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على مشاهدتكم هذه الحلقة، ودمتم بخير. إلى اللقاء.